السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب منوريني كده والله، والتعليقات بتاعتكم بتبسطني كده، واكتبوا لي كده بتتابعوني من اهل البلد. في بداية الفيديو كده نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده هنعمل، بقول لكم اعملوا لايك ان شاء الله. النهارده هنعمل فطيرة الذرة. هي في الاساس ما اسمهاش فطيرة الذرة، تمام؟ بس عشان لما تيجي تجيبوه في محركات البحث يتكتب معاكم. في محركات البحث بتيجي ايه؟ بتيجي اللهم صل على سيدنا النبي، فطيرة الذرة، تمام؟ فاحنا هنا هي مش اسمها فطيرة الذرة، هقول لكم عليها واحنا شغالين. معانا هنا يا حباب قلبي نص كيلو دقيق الذرة الابيض، نص كيلو، تمام؟ هي في الاساس يا حبايبي هي اسمها فرك، كل الناس اللي هم عايشين في الارياف يعرفوها، تمام؟ بس دي وصفة جميلة جدا. انتوا عارفين طبعا دقيق الذرة فوائده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، اهم حاجة اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي، واعملوا اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الاشعارات علشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم. مطبخي مطبخ انا عبده، اللي ما يعرفنيش يا حبايب قلبي، اللي مش يعرفني مطبخي مطبخ انا عبده، تنوروني، اكتبوا لي في الكومنتات كده بتتابعوني من انهي بلد. بصوا بقى، صلوا على الحبيب، اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا لاخواتنا في غزة وفلسطين بالنصر ان شاء الله. معانا نص كيلو دقيق، معانا رشة ملح صغيرة، ومعلقة من السكر، تمام؟ نص كيلو دقيق من دقيق الذرة البيضة، رشة ملح، معلقة من السكر، تمام؟ ومعانا المية عادية من الحنفية خالص. احنا خدنا كوباية مية دقيق، نص كيلو دقيق خد كوباية مية كبيرة، المج اللي هو بتاع الشاي الكبير ده، تمام؟ وبعد كده حطينا السكر وقلبناه والملح وقلبناه، وانا نخلة الدقيق هنا. اي دقيق لازم يتنخل يا حبايبي، عشان دقيق الذرة بالذات في رده خشنة كده. انتوا عارفين طبعا فوائد دقيق الذرة، حلو عملية الهضم، حلو يعني احتوائه فيه ألياف، وحلو لعملية الإخراج، عملية الإخراج اللي قلنا فيه ألياف، وحلو وجميل جدا يا حبايب قلبي. كلكم عارفين دقيق الذرة الصفراء ودقيق الذرة البيضاء، ده دقيق الذرة البيضاء، تمام؟ هنعجن كده، احنا عايزينها عجينة متماسكة، تمام؟ عايزينها عجينة متماسكة، ما تكونش لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، تمام؟ واحنا كده خدنا في الوصفة كوباية المية على نص كيلو دقيق، كوباية اللي هي المج الكبير على نص كيلو دقيق. صلوا على النبي كده واذكروا الله، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. وقولوا لنا رأيكم ايه في الوصفة العسل دي. الوصفة دي يا حبايبي بندخلها الفرن، نعملها زي فطيرة كده، تابعوا معايا الفيديو للآخر. وحاجة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله، من الأكلات المحبوبة عندي أوي، بحبها. هي أساسا بتتعمل في الدقيق في الدر في اللهم صل على سيدنا النبي، في الفرن البلدي اللي هو الفلاحي، بس احنا هنا في محافظة الجيزة. وهي هفت عليا، كنت اول مره اعملها الصراحه ربنا، بس بسم الله ما شاء الله. بعد كده تعملوها بكميات وتشيلوها في الفريزر تبقى جاهزه معاكم. هي يا حباب قلبي بتتاكل باللبن، سواء وجبه عشاء سواء وجبه فطار، خفيفه وحلوه. وانتوا عارفين طبعا فوائد دي الذره جميله لا تعد ولا تحصى، بسم الله ما شاء الله، ربنا جعل في كل حاجه فايده حلوه، تمام؟ احنا هنا هنعجنها زي ما انتوا شايفين، عجنه حلوه. وبعد كده هنحطها في الصينية وهندخلها الفرن في الرف الوسطاني. تابعوا معايا الفيديو كده يا حبايب، بس اهم حاجة العجنة ديت تبقى حلوة كده، ما تبقاش طرية ولا تبقى ناشفة، تبقى حلوة معانا كده. انا خدت هنا زي ما قلت لكم كوباية المية. تنسوش اللايك كده يا عسل، وحط لايك يا عسل، وقولوا لنا رأيكم في الوصفة العسل دي. واللي يعرفها يكتب لي في الكومنتات يقول لي ايه هو عارفها ولا ايه. حبايبي واخواتي في الله، بحبكم في الله. بس اهم حاجة المية تكون مظبوطة. هي مش فيها مقادير، ده هي بسيطة جدا، دقيق ومية وملح ومعلقة سكر، بس مفيش حاجة بعد كده ولا قبل كده. وتتعجن وتخش الفرن في الرف الوسطاني، ونشغل الشواية من فوق والنار من تحت في أرضية الفرن. هنشغل نار في اللي هي في الأرض من تحت، وبعد كده هنسيبها تاخد وش من فوق ومن تحت، ونطفي. أي ناحية تاخد وش الأول هنطفي عليها، سواء من تحت هنطفي من تحت، من فوق هنطفي من فوق ونسيب من تحت. فبقى كده بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. اهم حاجه بس نلم الدقيق من الحراف كده، نلم الدقيق كده وما نخليش فيه دقيق، فيها دقيق خالص. الوصفه دي يا حبايب قلبي جميله جدا، لازم تجربوها، هتعجبكم جدا.
سواء زي ما انا قلت لكم وجبة فطار وجبة عشاء، تبقى جميلة جدا، خفيفة وصحية. هنا عجناها عجنة حلوة كده يا حبايبي. معايا كده الصينية، صينية ما بتلزقش او صينية ألمونيوم، هندهنها مش هيجرى حاجة. نحطها في الصينية ونحطها وندهن تحت وشها من الأرضية من تحت، وهندهن الفطيرة من فوق عشان تدي اللون. وهنحطها زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ندخلها الفرن، تطلع من الفرن زي ما هتشوفوها كده. بسم الله ما شاء الله. يعني سمك الفطيرة ما تكونش مش تكون خفيفة قوي، يعني حوالي 2 سنتي كده ولا 3 سنتي. تمام. كل ما تكون مرتفعة كل ما تكون طرية معانا وحلوة، ما تكونش مرتفعة قوي ولا قليلة قوي، تكون مظبوطة في الحد المظبوط. اهي بصوا، هي بتبقى مشرخة شوية كده ومشققة، بس ده شيء عادي عشان دي ذرة بس لوحده من غير اي حاجة. هي تبقى مشققة وفيها فتحات كده من الجناب بس عادي. هي تطلع من الفرن هتبقى زي الفل يا حبيب قلبي. هنحط نقطة زيت كده فوق الوش علشان تدي اللون. تمام. وهنقعد نفرد فيها كده، بس ما نفردهاش جامد، لازم نخلي السمك بتاعها تخين شوية. تمام. جربوها وما هتدعولي، يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اقتصادية وجميلة. وعلى بعضها نص كيلو دقيق ذرة ب14 جنيه، مش مكلفة. يعني حاجة جميلة جدا ما شاء الله. هتعجبكم في الفطار او في العشاء، بتتاكل باللبن. تمام. بس انا لسه ما جبتش اللبن، انا كده عملتها قدام منكم، بس هي جاهزة على اللبن. بس نغلي اللبن ومعلقة سكر على اللبن، وتبقى أكلة زي العسل، صحية ومفيدة وجميلة. وبسم الله ما شاء الله، ما اقولهوش ما شاء الله. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. بصوا يا حباب قلب اهيت، بعد ما خرجت من الفرن بقى، انا كنت كسرت حته اشوفها احمرت ولا لا، لقيتها احمرت زي الفل. بصوا واخده اللون الاصفر العسل دي. هي بتبقى كده يا حباب قلبي، هي بتبقى مفتته ومفروله كده، بس احنا بقى بنحطها في اللبن بتبقى جميله جدا. شفتوا هي تشبه ايه؟ اقول لكم تشبه ايه؟ تشبه الكسكسي. يعني الكسكسي، بس بتبقى دي بتبقى فيها طبقه، عشان الفرن بتبقى فيها طبقه ايه، ناشفه شويه. بصوا، بس هي جميله جدا، بس هي مش اللي انتوا في دماغكم، مش الكسكسي لا. هي حاجه تانية خالص. اللي يعرفها اللي كلها قبل كده هيعرفها، واللي عملها اكيد عارفها. تمام. اهي. بعد كده هنكسرها. معايا الصينيه بس تبرد بس شويه عشان هي لسه نازله من الفرن سخنه. هنقطعها بس قطع كده صغيره عشان تبرد بس الاول، وبعد كده ايه هنفركها. هنفتتها حتت صغيره كده زي الفته كده اهيت. دي الذره وفوائده يا حبايبي، للقولون وكل حاجه حلوه، والالياف اللي فيه كمان. يعني جربوها والله هتدعوا لي، والله العظيم لو انتوا اكلتوها وجربتوها اكيد هتحبوها. تشيلوها في الفريزر بقى لو حابين ان انتوا مش هتعملوها دلوقتي، عشان انا ما كانش عندي لبن، فانا شلتها في الفريزر. قلت لما اجيب اللبن وبعد كده ايه هحط اللبن عليها. تمام. اللبن مغلي مع معلقه سكر. التحليه دي بتاعتكم، انتوا عايزين تزودوا سكر تقللوا سكر، فبتبقى جميله بالسكر واللبن. اهي انا هعبيها في كيس عشان ما عنديش لبن، لسه ما جبتش لبن. وتطلعوها مجمده كده، تفك يا دوبك تفك خالص كده من الفريزر، وتحطها في اللبن تبقى ما شاء الله. والله العظيم انا اول مره اعملها. انا بعملها في الفرن البلدي، بس احنا مش متاح عندنا الفرن البلدي، فقلنا بقى نتصرف. عملناها وعبيناها. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، يعني عسل اهي. كده هنشيلها في الفريزر لحد ما نجيب اللبن، نغليها بس هي تفك بس من الفريزر، ونحطها في اللبن. نغلي اللبن ونحطها على طول وناكل زي الفل. معلقه سكر او معلقتين سكر تبقى زي العسل. يا ريت ما تنسوش اللايك كده، ولو وصلتوا لحد هنا اذكروا الله.